المتنيح الأنبا مكاريوس بتاع جنوب سيناء، متنيح ده كان راجل قديس قوي قوي، أنا أعرفه من هو كان في الدير. كنا بنصلي معاه مرة قداس، كان الكلام ده سنة 85 1985. وكان عندنا كاهن مرسوم في دمنهور وبيقضي 40 يوم، وبعدين كان استلم الذبيحة واحنا كنا قاعدين معاه فترة ديت، وبعدين قالوا له تعالى استأذننا، كان لسه أبونا مكاريوس نصلي معاه قداس. فبيصلي معاه راهب تحت الاختبار، وبيصلي معاه راهب يعني، بس بيصلي في الحصن في دير الأنبا بشوي. فقالوا لنا يعني بصنع لطافة كده يعني ده شوية بيطول على يعني، فاحنا المهم ايه لزقنا، قلنا لا نصلي. فأبونا بتاعنا لسه جديد بيستلم لسه الذبيحة سنة 85، ومعاه شماس اللي بيسلمه، وانا لزقت. المهم احنا نصلي مع ابونا اللي بقى سيدنا بعد كده، حاجة عجيبة جدا يعني يقول يبدأ القداس يا الله العظيم الأبدي ويسكت. ممكن واحد ينحنح ياخد حاجة ده ويسكت. فأنا بصيت ربي الشباس بصيت للراهب خلاص وش خلاص فين لما يبدأ الحتة اللي بعد ده يا دوب يمشي جزئين ويسكت ولا حاجة. لا. خلصنا القداس نشكر الله يعني خلص القداس أخيرا بقى يعني أخدنا كده. هو بيشوف بعدين يعني ايه يا ابونا البتاع ده، لا نشكر ربنا. الأداديس دي أصلي بتبقى بسرعة ايه ده احنا اللي هو يعني ممطمطين، هو في حتة تانية. هي دي رسائل. يوميها واحنا نازلين من الحصن قال لابونا بتاعنا اللي كان مرسوم بيقضي 40 يوم، قال له كهنوتك يا ابونا اكليل على خدمتك العمر كله. ابونا ده مات نايح بعد 6 اشهر. اتاري الكهنوت بتاعه ما كانش عشان يخدم، عشان هو كان خد الرساله دي فين؟ في القداس. وبعد ما اترسمت انا سنه 2000 كان هو الانبا مكاريوس، فقابلته قلت 15 سنه فرق من 85. انا قعدت معاه مرتين 85 و86، وبعدين ما شفتوش بقى الى سنه 2000. فقلت مستحيل يعني هيفتكر ايه ده. انا قلت له سيدنا انا هفكرك بحاجه ما اعتقدش تفتكرها من 15 سنه، وده لقاء كان يعني كده في القداس. فاكر يا سيدنا القداس اللي في الحصن، القداس القصير، انا بتريق يعني قصير طبعا. قال لي وابونا راح السما. كانت فجأة. قلت له ايه يعني لسه ما. قال لي وابونا راح السما. قلت له زي من يفتك قلت ساعتها، لان هم ما قالوش كده صراحة، قالوا ده اكليل على خدمتك اللي فات. عايز اقول لك انه دي رسائل، كل ما تدخل كل ما تقعد معاه اكتر، كل ما تفضي نفسك تفرغ نفسك ما تبقاش مشغول بحاجة تانية، كل ما يديك. فانا عايز اقول لك كم رسائل من الله ليك غير عادية. بعد عمر طويل تطلع السماء تلاقي لسه رسائل، يا رب كل دي كانت رسائل لي انا، بس انت كنتش بتقعد عشان اديها لك. انا كان نفسي اديها لك بس انت ما قعدتش، لكن يلا. بس خلي بالك كل رسالة تاخدها تديك بعد جديد.